بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في أول حلقات حل واجب الفصل الأول. نبدأ مع بعض بأول جزئية وهي شدة التيار. أول سؤال معانا بيقول لنا في الدائرة المقابلة مصباح كهربي يتصل ببطارية زي ما احنا شايفين، بيمر شحنة مقدارها 4 كولوم خلال المصباح. يبقى مين دي يا شباب؟ يبقى دي كيو. طب وبعدين قال لنا في زمن قدره 2 ثانية، يبقى كده مديني التي. هو عاوز ايه؟ شدة التيار واتجاه حركة الإلكترونات. طيب انا عارف ان شدة التيار اي بتساوي كيو على تي، صح؟ طيب وبالتالي نقدر دلوقتي ان احنا نحسب قيمة شدة التيار. هقول له كده الاي بتساوي كيو على تي، ونكتب مع بعض كده القانون اهو. الاي بيساوي كيو على تي. نشوف الكيو بكام؟ كام كولوم؟ 4 كولوم. الزمن ب 2 ثانية، المفروض يطلع التيار قدره 2 امبير. وعشان نختار الاجابة الصحيحة لازم نحدد اتجاه الالكترونات. طالما قال لي الكترونات يبقى هنا بيتكلم على الاتجاه الالكتروني او الفعلي. اذا خلال المصباح الالكترونات هتكون جايه من اليمين الى اليسار، وبالتالي هنا هنقول من اليمين الى اليسار، وشده التيار ب 2 امبير، ويكون معانا الاجابه ج. ونشوف مع بعض السؤال اللي بعده. السؤال رقم 2 معانا بيقول لنا اي من الاشكال التاليه يمثل بشكل صحيح الاتجاه الاصطلاحي للتيار واتجاه حركه الالكترونات. طبعا هو جايب لي 4 رسومات ا ب ج د. طب وبعدين عايزنا اعرف فين الاتجاه الصحيح للاتجاه الاصطلاحي واتجاه حركه الالكترونات. طب مش ده الموجب وده السالب؟ استحاله الالكترونات وكمان شده التيار يكونوا في نفس الاتجاه. اذا انا هستبعد ا وهستبعد ب بنفس الطريقه، استحاله يكون لهم نفس الاتجاه. طب لو هنبص لجيم ودال نشوف كده مع بعض. اتجاه التيار اي من الموجب للسالب، شايفين عبر المصباح من الموجب للسالب، ده صح. طب اتجاه حركة الالكترونات من السالب للموجب عبر المصباح، وده صح. يبقى هنا الاجابة معانا ج، وطبعا ده العكسها، ويكون هنا الحل الصحيح ج. ونشوف مع بعض السؤال اللي بعده. السؤال رقم 3 بيقول لنا عندما تدور شحنة موجبة عكس عقارب الساعة في مستوى الصفحة كما بالشكل، فإنها تسبب مرور تيار اتجاهه ازاي؟ نشوف كده الشحنة الموجبة بتدور عكس عقارب الساعة، يبقى ده معناه ان ده اتجاه اصطلاحي، واتجاه الاصطلاحي قدامنا كده عكس اتجاه دوران عقارب الساعة. يبقى اقول الاصطلاحي عكس عقارب الساعة، ويكون معاه الاختيار أ. ونشوف مع بعض السؤال اللي بعده. السؤال رقم 4 بيقول لنا الشكل المقابل يمثل جزءا من دائرة كهربية يمر بها تيار زي ما احنا شايفين. طيب فأي الأميترين يمثل قراءة أكبر؟ طبعا التيار بيمر خلال المصباح بشدة ثابتة، وبالتالي هيكون قراية الأميتر E1 بتساوي قراية الأميتر E2، ويكون معاه الاختيار ج. السؤال اللي بعده. السؤال رقم 5 بيقول لنا الشكل المقابل يمثل أنبوبة تفريغ كهربي يمر بها تيار. في زمن قدره 8 ثواني مر سالب 12 كولوم زي ما احنا شايفين كده من اليمين الى اليسار، وموجب 20 من اليسار الى اليمين. ناخد بالنا من الفكره ديت عشان جديده. طيب عايز ايه؟ قيمه شده التيار واتجاهه. طبعا في السؤال اللي زي كده لازم نجيب محصله الشحنه الكليه. الكيو الكليه هي موجب 20 صح؟ ماشي، وسالب 12، فيبقى المحصله بتاعتهم 8 كولوم. نقدر نحسب شده التيار طبعا. يبقى الانبوبه اللي قدامي ديت ممكن افترض دلوقتي ان في 8 كولوم جايين من اليسار الى اليمين مع الشحنه الاكبر. مش دي سالب، مش دي موجب 20 ودي سالب 12، يبقى ده معناه ان في الاتجاه ده كده 8 كولوم كميه كهربيه. اذا الاي بتساوي كيو على تي على طول. الكيو ب 8 كولوم، الزمن ب 8 ثواني زي ما هو قال لي في السؤال، هيطلع بواحد امبير، ويكون اتجاه التيار من اليسار الى اليمين 1 امبير، ويكون معاه الاختيار طبعا د. ويلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 6 بيقول لنا في الشكل المقابل تمر شحنة كهربية سالبة مقدارها 2 مايكرو كولوم، يبقى هنا مديني الكيو، عبر مقطع من موصل خلال 4 ملي ثانية. طبعا 4 ملي ثانية يبقى هو لازم اضرب في 10 اس سالب 3 عشان اخلي الزمن بالثانية. عايز نجيب مقدار شدة التيار، على طول اقول له الاي بتساوي كيو على تي. وطبعا الناس لو هتعوض هنقول كيو 2 مايكرو امبير يعني 2 في 10 اس سالب 6، التي ب 4 ملي يعني 4 في 10 اس سالب 3. ونشوف هيطلع معانا الناتج كام. هيطلع معانا الناتج 5 من 10 ملي امبير. تمام كده يا جماعه، هيطلع 5 من 10 في 10 سالب 3، او 5 في 10 سالب 4 اللي هو 5 من 10 ملي.
طيب هنا بيقول لي اتجاه التيار الاصطلاحي اللي هو حركة الشحنات الموجبة. طب دي اللي بتتحرك شحنة ايه؟ مش دي شحنة سالبة؟ الشحنة السالبة جاية من اكس لواي، يبقى الاصطلاحي من واي لاكس. فبالتالي انا لازم اختار ايه؟ 5/10 من واي لاكس، ويكون معايا الاختيار د. وطبعا ناخد بالنا يا جماعة، الاصطلاحي اللي التيار الاصطلاحي اتجاهه عكس اتجاه الفعلي اللي هو اتجاه حركة الالكترونات او الشحنات السالبة. ونشوف مع بعض السؤال رقم 7. السؤال رقم 7 بيقول لنا اذا مر تيار شدته 5 امبير، يبقى كده مديني التيار اي عبر مقطع من موصل، ومديني الزمن ب 2 ثانيه. هو عاوز ايه؟ عايز الكيو. اقول له كده انا عارف ان الكيو بتساوي اي تي على طول. الاي ب5، التي ب2، هيطلع كام؟ 2 في 5 ب10، كله ما يكون معاه الاختيار ج. ويلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 8 بيقول لنا يمر فيض من البروتونات في خط مستقيم، ومديني بمعدل 2.5 في 10 أس 15، ده العدد بروتون، خلال زمن قدره 1 ملي ثانية، يعني التيب 1 في 10 أس سالب 3 من الثانية. فأنا عايز أجيب شدة التيار الناشئ عن حركة البروتونات دي. هقول كده الأي هتساوي، أنا معايا قانون إزاي أجيب شدة التيار بمعلومية العدد إن إيه على تي على طول. الإن 2.5 في 10 أس 15، الإي 1.6 في 10 أس سالب 19، وطبعا شحنة البروتون هي نفس قيمة شحنة الإلكترون بس طبعا عكسها في الإشارة، على التي 1 في 10 أس سالب 3. طبعا بعد التعويض هيطلع معايا التيار ب4/10 أمبير، ويطلع معايا الاختيار د. ونشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 9 بيقول لنا الرسم البياني المقابل يمثل العلاقة بين الشحنة الكهربية والزمن. طيب وبعدين أنا عاوز أعرف شدة التيار اللي ماشية في الدايرة بتساوي إيه. طبعا هنا ممكن نجيبها بكل الطرق. بمجرد النظر هيطلع 10. خد أي نقطة من الصالات على النقطة من السينات، 10 على 1 فعلى 10، 20 على 2 فعلى 10، 30 على 3 فعلى 10. إذا بمجرد النظر هيطلع الناتج 10. طبعا الخطوات الرياضية هنقول له كده السلوب بيساوي فرق الصادات على فرق السينات هيساوي اي. وطبعا نقدر نجيب الميل ازاي؟ فرق الصادات 10 اللي هو 10 ناقص 0 ب10 على فرق السينات 1 ناقص 0 ب1، هيطلع 10 امبير. وده بيأكد لنا ان الاختيار ب. ونشوف السؤال اللي بعده. الوحدة المكافئة لوحدة كولوم على الثانية. طبعا هو بيقول لنا كولوم على الثانية. الكولوم دي وحدة قياس الكمية الكهربية كيو، الثانية دي وحدة قياس الزمن تي. طب لما نقسم الكيو على التي هو مين؟ هو شدة التيار. وحدة قياس شدة التيار الأمبير، ويكون هنا معايا الاختيار ب. ونشوف السؤال اللي بعده. بيقول لنا في السؤال رقم 11 بيمر تيار 20 مايكرو امبير، كده مدين الاي في نص دقيقة، يعني التي نص دقيقة يعني 30 ثانية. عايز تجيب الكيو، هقول له الكيو على طول بتساوي اي تي، والسؤال كده بقى متكرر. الاي 20 مايكرو يبقى 20 في 10 سالب 6 في طبعا نص دقيقة يعني 30 ثانية. هيطلع معايا الشحنة الكهربية 6 في 10 أس سالب 4، كل ما يكون معاه الاختيار ج. ونشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 12 بيقول لنا إذا كانت شدة التيار المرة في موصل، يبقى هنا مدين الآي 3/10 أمبير. طب ده معناه إيه؟ تعالى كده نشوف الاختيار الصحيح. هل ده معناه إن كمية الشحنة التي يحتويها الموصل 3/10 كولوم؟ هو المفروض 3/10 كولوم كل 1 ثانية. ده معنى كلمة 3/10 أمبير. فبالتالي الاختيار ألف مرفوض. ما كلمنيش عن زمن. زمن مرور وحدة الشحنة خلال مقطع هو 3/10 ثانية؟ طبعا لا، ده المفروض 3/10 كولوم في الثانية الواحدة، فده غلط. كمية الشحنة التي تمر خلال مقطع من موصل في الثانية هي 3/10 كولوم، طبعا ده الصح. تعالوا كده ما نشوف الاختيار ده الغلط ليه. بيقول لنا ايه؟ معدل مرور الشحنات الكهربية خلال مقطع منه 3/10 كولوم في الثانية. طيب تعال نفهم الكلمة. يعني ايه معدل مرور الشحنات الكهربية؟ هنا ما جابليش سيرة كمية كهربية، قال لك معدل المرور بتاع الشحنات، يعني العدد بالنسبة للزمن. فاستحالة العدد بالنسبة للزمن هيطلع 3/10 كولوم في الثانية، فالكلام ده غير دقيق. فبالتالي هنا الإجابة الأدق هي الاختيار ج. ونشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 13 بيقول لنا في الشكل المقابل وجايب لي مقطع غير منتظم أو موصل مخروطي اكس واي زد. طب وبيعايزنا نجيب ايه؟ شدة التيار في كل مقطع. طبعا احنا اخدنا معلومة ان شدة التيار اللي بتتدفق عبر موصل سواء منتظم او غير منتظم ثابتة، وبالتالي هنا الاختيار الصح ان شدة التيار عند اكس بتساوي شدة التيار عند واي بتساوي شدة التيار عند زد، ويكون هنا معايا الاختيار ب. نشوف السؤال اللي بعده.
السؤال رقم 15 احنا اتدربنا عليه كتير وقلنا لو انا عندي موصل معدل تدفق الشحنات ثابت وبالتالي شدة التيار ثابتة، يعني هنلاحظ دايما ان ال N على T دايما رقم ثابت، وده يخلي ان ال I بمرور الزمن ثابت. ليه يا جماعة؟ اصل I بتساوي N E على T، فال E ثابتة والتي ثابت. ليه؟ لان ال N على T رقم ثابت دايما، وطالما ال N على T ثابت فيكون التيار مع الزمن ثابت، ويكون هنا الاختيار ألف. طبعا معدل تدفق الشحنات ثابت سواء كان الموصل منتظم المقطع او حتى كان مخروطي او اي شكل هندسي لسلك يعني. شوف السؤال رقم 16. السؤال رقم 16 بيقول لنا تيار شدته 5 ملي امبير، يبقى هنا اداني الاي. طيب عايز نجيب كميه الشحنه خلال 10 ثواني. التي مدوني ب 10 ثواني، هقول له كده كيو بتساوي اي تي. الاي 5 في 10 اس سالب 3، التي 10 ثواني. طبعا هيطلع الناتج 5 من 100 كولوم. طب عايز نجيب عدد الالكترونات، هقول له كده الان هتساوي الكيو اللي انا لسه جايبها على اي اللي هي 1.6 من 10 في 10 اس 19، واشوف الناتج هيطلع معايا كام. اهو الخمسة من 100 هقسمها على 1.6 من 10 في 10 اس 19، ونتابع مع بعض النواتج. وهيطلع معايا عدد الالكترونات 3 و125 من 1000 في 10 اس 17 الكترون، وهيطلع معايا الاختيار يا جماعه الف. ونشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 17 احنا اخدنا معلومه وقلنا ان اي تمثيل ما بين الاي والتي ويكون عايز الكيو نجيب مساحه الشكل اللي تحت الخط البياني، صح؟ بالظبط. طب انا عندي كام شكل بياني تحت الخط؟ يلا نعدهم، ادي 1 2 3. هنجيب مساحة كل شكل، فبالتالي الكيو الكلية مساحة المثلث رقم 1 نص القاعدة بتاعة المثلث ب4، الارتفاع بتاع المثلث من 2 ل4 ب2 زائد المربع ده 4 في 2 اهو الطول في العرض او طول الضلع في نفسه يعني، زائد طبعا المستطيل دوت من 4 ل 10 يعني 6، الارتفاع ده هو ب2. طبعا نطلع الناتج ونشوف هيطلع معانا كام. طبعا 4 و8 12، 12 و12 24 كولوم، وهيطلع معايا الاختيار ب. ونشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 18 بيقول لنا في الشكل المقابل اذا زادت شدة التيار المرة في نقطة ما بين النقطة A و B، التيار زاد من 0 ل 8 خلال زمن التي بخمس ثواني. انا عايز اجيب كميه الشحنه الكهربائيه اللي بتمر عبر المقاومه ار. فبكل بساطه انا هاجي كده واحاول امثل الموضوع بياني. ازاي؟ نرسم بيانيا علاقه ما بين الاي وما بين التي كده اهو. الاي على محور الصادات والتي على محور السينات، ونشوف التيار اتغير من 0 ل 8 اهو. ارسمه بلون تاني، التيار اتغير من 0 كده ل 8 بالمنظر ده كده اهو. التيار كان بصفر بقى ب8 خلال كام ثانية يا شباب؟ خلال 5 ثواني. يبقى الزمن كان ب5 ثواني. خلاص، طالما الزمن بقى ب5 ثواني نعرف دلوقتي نجيب الشحنة خلال هذه الفترة. طبعا نقدر نحسبها، لو نفتكر بنقول احنا ساعتها دايما نجيب مساحة الشكل اللي تحت الخط البياني على طول. هنقول كده، هنقول الكيو هتساوي مساحة الشكل، هو عبارة عن مثلث نص طول القاعدة ب5 في الارتفاع ب8، يعني 5 في 8 ب40 نصهم 20 كولوم. وكده قدرت اجيب الشحنة خلال هذه الفترة، ويطلع معايا الاختيار ج. ونشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 19 بيقول لنا الشكل المقابل وادانا علاقة بين الاي والتي، وعايز نجيب قيمة اكس اللي موجودة على الرسم. الموضوع ده في منتهى البساطة، واحنا حلينا سؤال زي ده قبل كده. هو مديني الشحنة الكلية اللي بتمر 21 كولوم، اللي هو يعتبر المساحة الكلية تحت الخط ب 21 كولوم. طب تعالى كده نشوف الخط البياني. بادئ من صفر طلع لحد اكس وثبت خلال ال4 ثواني اللي هو استغرقه. فهنقول انا عندي شكلين، مثلث ومستطيل. هنقول كده الشحنة الكلية اللي بتساوي 21 عبارة عن مساحة المثلث زي مساحة المستطيل، ومساحة المثلث نص قاعدة المثلث ب2 ارتفاع المثلث باكس اللي انا مش عارفه اهو. نعمله بلون تاني اهو، اكس اللي انا مش عارفه، ده اللي انا مش عارفه اكس، زائد
اهو نكمل. زائد انا عايز بقى اجيب مساحة المستطيل. طبعا الضلع ده من 2 ل 4 يعني 2، الارتفاع يعني اكس، فهقول له 2 في الاكس المجهولة اللي انا مش عارفها اهو. كل ده بيساوي كام يا شباب؟ 21. نعرف بقى نجيب قيمة الاكس بمنتهى البساطة، تعويض رياضي. ازاي؟ اكس ما هو الاتنين هتروح مع الاتنين يبقى اكس زائد 2 اكس، 3 اكس بتساوي 21 اهو. 3 اكس بتساوي 21، اذا الاكس هتطلع ب7، وهي طبعا على محور شدة التيار كوحدة قياس هي 7 امبير، يبقى هنا الاختيار طبعا ج. فالقيمة قدرها 7. ونشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 20 بيقول لنا موصلان معدنيان A و B يمر بكل منهما شدة تيار I و2 I. طب وبعدين عايز اجيب النسبة بين عدد الالكترونات. اكتب القانون عشان نعرف نعمل النسبة. مش الاي بتساوي كيو على تي والكيو ان اي؟ طب الشحنة هي والتي هو ليه؟ هو قال لك في السؤال كده الموصلان بيمر بهم تيار، فاذا كان النسبة بين عدد الالكترونات خلال نفس الفترة الزمنية فالتي هو طالما الكترونات يعني نفس الشحنه، اجيب علاقه ما بين الاي والان. هقول له كده اي اي على اي بي كالنسبه ما بين ان اي على ان بي. هو عايز ان اي على ان بي، يبقى كنسبه اي اي على اي بي يعني اي على 2 اي، هتطلع النسبه نص، ويكون معانا الاختيار الف. ويلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 21 بيقول لنا موصل يمر بيه تيار شدته 16 امبير. عايز نجيب كتلة الإلكترونات المرة عبر مقطع من الموصل في زمن قدره 2 ثانية، علما بأن كتلة الإلكترون مديهانة اهي. هقول له كده بصوا، هقول له الكتلة الكلية بتساوي عدد الإلكترونات في كتلة الإلكترون الواحد. دوري دلوقتي أجيب عدد الإلكترونات فهحسبه بره الأول كده. هقول له الN بتساوي إيه يا شباب؟ الكيو على إي اللي هي الآي تي على إي، حيث أن الإيه هي شحنة الإلكترون الواحد، وهنحسب الأول الN ونرجع نعوض بيه. طيب اذا الN هتساوي، يبقى الN هتساوي الاي بكام؟ نرجع كده نشوف. الاي ب 16 والتي ب 2، يبقى اقول له كده 16 في 2، 16 في 2 على 1.6 من 10 في 10 أس سالب 19، واطلع قيمة عدد الإلكترونات. هيطلع معايا الناتج 2 في 10 أس 20 الكترون. الناتج ده بقى هاخده اعوض بيه هنا اهو عشان اجيب الكتله الكليه، وبعد الحسابات هيطلع الام الكليه بتساوي 2 في 10 اس 20 في كتله الالكترون الواحد مداني في السؤال 9.1 من 10 في 10 اس سالب 31، وهيطلع معايا الكتله الكليه للالكترونات المره عبر مقطع الموصل كام؟ 1.82 في 10 أس سالب 10 كيلو جرام. ويلا بينا ما نشوف ده انهي اختيار. 1.82 في 10 أس سالب 10 كيلو جرام، ويكون معاه الاختيار ب. ويلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال ده احنا اتدربنا عليه قبل كده وقلنا ان اي شحنه بتدور في مسار دائري بمعلوميه السرعه ونصف القطر الار ب 53 في 10 أس سالب 10 عشان هي بالانجستروم، ومديني السرعه ب 2.2 من 10، اعرف اجيب الاي. هقول له كده الاي بيساوي الكيو على تي، صح؟ ماشي. وبعد ما عوضنا طلعنا القانون انه قلنا ان الكيو عباره عن ان ايه، التي ده زمن، شلنا الزمن وحطينا مسافه على سرعه، المسافه اللي هي 2 باي ار على السرعه، مقام المقام بسط يطلع السرعه فوق، وده قانون احنا خدناه بالنص كده وقلنا تعويض مباشر فيه. طب هو كام الكترون في ذره الهيدروجين؟ واحد، يبقى الان بواحد في الاي شحنه الالكترون الواحد قدرها 1.6 من 10 في 10 أس سالب 19، السرعه 2.2 من 10 في 10 أس 6 على 2 الباي ب 22 على 7 في الار 53 اوعى تنسى تضرب في 10 أس سالب 10، وهيطلع قيمة شدة التيار بالتعويض المباشر 1.57 من 1000 في 10 أس سالب 3 أمبير، يعني ملي أمبير، ويكون هنا الاختيار د. والسؤال ده احنا حليناه في المحاضرة اللي فاتت بالنص بالأرقام. ويلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. تدور شحنة كهربية ومديني الكيو بتاعتها، خلاص؟ تدور بتردد 1000 هرتز، يبقى مديني الاف في مسار دائري. عايز اجيب شدة التيار، احنا حافظين القانون على فكرة، اي شحنة بتدور في مسار دائري هقول الكيو في الاف على طول. الكيو 2 مايكرو يعني 2 في 10 سالب 6،
الاف 1000 هيطلع الناتج 2 في 10 أس سالب 3 أمبير اللي هو يعتبر 2 ملي أمبير، ويكون الاختيار ب. الموضوع بسيط جدا يا جماعة، بعد إذنكم ناخد بالنا من التحويلات عشان ده ممكن يطلع لنا نواتج مختلفة. ونشوف مع بعض السؤال اللي بعده. السؤال رقم 24 بيقول لنا هنا إيه بقى؟ بيقول لنا شحنتين أو جسمين يدوران في مسارين دائريين زي ما احنا شايفين إكس وواي. الشحنة بتاعت إكس قدرها كيو، والشحنه بتاعت واي قدرها 2 كيو على الترتيب كده، اكس وواي يعني كيو و2 كيو على الترتيب، يدوران في مسارين دائريين. عايز اجيب النسبه ما بين شدتي التيار الناتجين عن دوران الجسيمين اذا كان يدوران بنفس التردد. قال لك بنفس التردد ده يخليك تروح تاخد القانون اللي بيقول لنا ان الاي بيساوي كيو اف. طالما الاف ثابت اذا اقدر اجيب نسبه ما بين الاي اكس على الاي واي كنسبة الكيو اكس على كيو واي. الكيو اكس بايه يا شباب؟ بكيو. طب الكيو واي ب2 كيو. تعالى كده اما نشوف اهو. هو قال لي في السؤال، في راس السؤال كده الكيو اكس بكيو والكيو واي ب2 كيو. خلاص يبقى كنسبة 1 على 2 وهيكون معاه الاختيار ب. طب قال لي بنفس السرعة الخطية، اروح اكتب القانون الاول. ازاي؟ مش انا عارف ان القانون اللي بيجيب لي شدة التيار لأي شحنة بتدور في مسار دائري بمعلومات سرعتها ان اي في على 2 باي ار. نشوف الثوابت، ركز كده معايا. ايه الثوابت اللي موجودة عندي؟ الشحنتين طبعا اللي هي كيو مختلفتين اهو، دي كيو كلها، خد بالك دي كيو كلها. هل الكيو اكس زي كيو واي؟ لا، فدي هعوض عنها بكيو. طيب نفس السرعة يبقى الفي ثابت. جميل. هل نصف القطر متساوي؟ لا، نصف القطر مختلف، وال2 باي ثابت. يعني انا لو هقارن هقول اي اكس على اي واي بالنمط ده كده، اي اكس على اي واي هيساوي الكيو ده كلها كيو، ها الكيو اللي هي الان اي هقول له كيو اكس على كيو واي. ماشي. طب والار؟ ار واي على ار اكس، عشان الار عكسي مع الاي. شايف دي في البسط ودي في المقام ازاي؟ نرجع للرسمه ونشوف ونقرر. الكيو اكس على كيو واي، الكيو اكس بكيو، الكيو واي ب2 كيو في الار واي بار. شايف نصف القطر ار. طب الار اكس ب2 ار. ناخد بالنا من طريقه النسبه والتناسب دي يا جماعه. طبعا الار هتروح مع الار هيتبقى وكيو مع كيو، يعني نص في نص يطلع الناتج الرابع، ويكون هنا معايا الاختيار د. والسؤال ده حليناه في المحاضره في بعض المجموعات وادينا بنحله كمان مره اهو. ونشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 25 بقى بيقول لنا ايه؟ اذا كان معدل الالكترونات، مرور الالكترونات في سلك هو قدره 10 اس 20 الكترون كل ثانيه. عارف ده مين؟ ده الان على تي. هنا مدي لك كده الان على تي ب 10 اس 20 الكترون كل ثانيه. ده في اكس وفي واي. عايزني اجيب النسبه من شده التيار، فالموضوع ببساطه اكتب القانون واعمل نسبه وتناسب. مش الاي بتساوي كيو على تي وكيو ان اي على تي؟ صح، الكيو ان اي طبعا هيبقى الاي بتساوي ان اي على تي. طيب هو مدينا الان على تي. طب هل الشحنه ثابته؟ طبعا، ما هي كلها الكترونات فالاي ثابته، اذا ان على تي مختلفه. خلاص هقول له كده نحولها لنسبه وتناسب. اي اكس على اي واي هيساوي ان اي على تي، او الان على تي مره لاكس وان على تي مره لواي. فاكني قسمت الناتجين دول على بعض اللي هو كام؟ 10 اس 20 على 2 في 10 اس 20 اهو. اجي اقسمهم على بعض يطلع الناتج نص. وطبعا هنا الاختيار ج. ونشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 26 بيقول لنا ايه؟ الشكل المقابل عايز نجيب اي اكس على اي واي. طب انا عشان اشوف نسبه الاي اكس على اي واي لازم اجيب الميل. لازم تبقى عارف كده ان السلوب بيساوي دلتا كيو على الدلتا تي اللي هو بيساوي الاي بيساوي التان سيتا. طب انا علشان اجيب اي اكس على اي واي اشوف كده اي اكس على اي واي يعني تان سيتا لاكس على تان سيتا لواي. اذا هقول كده تان سيتا لاكس على تان سيتا الواي. باين قوي ان زاويه اكس اكبر من زاويه واي، فالنسبه تبقى اكبر من الواحد ويكون معاه الاختيار الف. ونشوف اول سؤال مقالي معانا بيقول لنا ايه؟ فسر لماذا تسمح بعض المواد الموصله بتوصيل التيار الكهربي بينما البعض الاخر عازل للكهرباء.
طبعا المواد الصلبة بتوصل الكهرباء لوفرة الإلكترونات الحرة بها، بينما العازلة لندرة الإلكترونات الحرة بها. وده سؤال خدوا بالكم منه بيتكرر في الامتحانات. شوف السؤال اللي بعده. تيار شدته 3 من 10 ملي أمبير. أنا عايز أجيب معدل مرور الإلكترونات، والكلمة دي خدناها من شوية. معدل مرور الإلكترونات اللي هو ال N على T يا جماعة. مش أنا عارف إن ال I بتساوي N E على T؟ هو عاوز إيه؟ هو عاوز ال N على T ده اهي، ده اهي اللي أنا بظللها ده. إذا هقسم ال I على ال E عشان أجيب ال N على T. إذا هقول له كده ال N على T بتساوي ال I على E على طول. الاي بكام؟ 3.2 من 10 في 10 أس سالب 3 عشان هي ملي، على الاي 1.6 من 10 في 10 أس سالب 19، ونطلع الناتج بالآلة الحاسبة ويبقى إلكترون كل ثانية، ونشوف هيطلع معانا الناتج كام. هيطلع معانا الناتج يا جماعة 2 في 10 أس 16 إلكترون كل ثانية. وخد بالك ده يعتبر معدل مرور الإلكترونات. تعالى بينا اما نشوف النقطة رقم 3. بيقول لنا يوضع سلك سخان كما بالشكل. طبعا هو بيقول لك فسر لماذا تكون شدة التيار عند نهايتي السلك متساوية. يعني شدة التيار عند النقطة دي زي شدة التيار عند النقطة دي، زي شدة التيار هنا، زي شدة التيار هنا، زي شدة التيار عند أي نقطة بداخل الملف اللي قدامنا. طبعا ليه؟ لأن معدل تدفق الشحنات ثابت، أو لأن التيار يتدفق بمعدل ثابت، فشدة التيار دايما طبعا بتبقى ثابتة. وطبعا دي إجابة السؤال. يبقى هنا الإجابة نروح نقول له إيه؟ لأن التيار يتدفق خلال الموصل بمعدل ثابت، وبالتالي تظل شدة التيار ثابت عند أي نقطة على طول المسار. راجع بقى وعيد اللي أنا قلته واكتبه كإجابة نموذجية في الواجب. يلا بينا نشوف السؤال الأخير معانا. بيقول لنا في السؤال رقم 4 الشكل المقابل عايز نجيب نسبة الاي في خلال الفترة اي بي على الاي في خلال الفترة بي سي. انا عشان اجيب الاي اي بي على الاي بي سي هاجي على الشبكة البيانية واحط ارقام. يعني ايه؟ مثلا بادئ بصفر، ادي 1، المربع ده 2، المربع ده 3، المربع ده 4. ها يلا المربع ده 1 2 3 4. يلا بينا كده نشوف الاي اي بي هو عايز ده على الاي بي سي. بص يا سيدي، الاي في الفتره اي بي الصادات على السينات، الصادات 3 وحدات اهو، السينات 1، يبقى 3 على 1 في 3 على الاي بي سي. ها ركز كده، ما هو 3 على 1 خلاص ده الاي اي بي. طب الاي بي سي ها الصادات بتاعه بوحده واحده من 3 ل 4 يعني 1، السينات بتاعه من 1 ل 3 يعني 2، يعني الصادات 1 والسينات بتاعته ب2 اللي هي المنطقه دي يا جماعه. انزل كده هتلاقيه بادئ من 1 وانتهى ب3، يعني السينات بتاعته ب2 والصادات بتاعته انزل كده 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 اهو، الصادات بتاعته من 3 ل 4 يعني بواحد، يعني 1 على 2، 1 على 2. طبعا الناتج ده يطلع 6 على 1، ودي تبقى النسبة ما بين شدتي التيار المار في الموصل خلال المرحلتين. وده آخر سؤال معانا في محاضرة النهاردة، ونشوفكم إن شاء الله في محاضرة فرق الجهد والمقاومة الكهربية في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.